السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. النهاردة معاكم في شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة من مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية. وكالعادة أول ما ندخل شقة عروستنا بنقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم آمين. والنهارده شقة عروستنا مميزة كالعادة، وزي ما احنا متعودين من شقق عرايس شربين بتكون ليها ذوق وطابع خاص كده مختلف ورقي من نوع آخر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. شقة النهارده بسم الله ما شاء الله مساحتها واسعة وتقسيمتها حلوة. هنا كده استغلوا ريسبشن. هو منقسم يعتبر لثلاث أقسام. الجزء اللي دخلنا منه من باب الشقة، والجزء ده عملوه للسفرة كاملة، وطبعا ده الجزء اللي بقول لكم دخلنا منه من باب الشقة، والجزء اللي احنا واقفين فيه بالفعل اللي هو موجود فيه الركنة. ده شكل النجف وشكل الجيبسون بورد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا الركنه بسم الله ما شاء الله عاملين ركنه كبيره. حبوا انهم يعملوا ركنه كبيره تاخد اكبر عدد من الاسره، تبقى ليفينج وفي نفس الوقت للاستقبال. وهنا تنسيق الستاير مع الركنه نفسها، ففتحوا في السجاد، يعني غمقوا في الوان الستاير والركنه وفتحوا في الوان السجاد، وكان ذوقها مختلف جدا وجميل. حتى الترابيزه بتاعتها كانت مميزه، الترابيزه اللي ستانلس قد ايه وذوقها راقي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اما هنا السفره بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، هنا مكونه من 6 كراسي زي ما انتم شايفين. في 2 كرسي باللون البترولي او الجنزاري كده اللي هو موجود برده في الركنه، و4 كرسي كافيه. اما النيش هنا بسم الله ما شاء الله كان مساحته كبيره، والحمد لله ان الى حد ما مساحته كبيره علشان يقدر يلم معانا حاجه العروسه. عايزه اقول لكم هي بنوته وحيده كالعاده، من انتوا عارفين عرايسي تقريبا 90% منهم بنوته وحيده، وحقيقي مامتها مخلتش اي حاجه الا ما جابتها لها. اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لها في مامتها السكره الصغنونه اللي بجد سايبه لي ذكرى جميله قوي. اول رف فوق حطيت لها القاروره البوهيمي القمر دي، وحطيت لها كام طقم كاسات كده في الجوانب. انا حبيت ان انا اخلي القاروره في النص علشان القاروره كده ليها يعني شكل ورونق تاني، لان الزجاج معايا النيش كان مبين اللي ورا، ما كانش ان هو مداري اللي في النص. وهنا دخلت الشغل السيلفر ده، كان كاسات بقى كام طقم كاسات مع اطقم كوبايات كامله مع طقم جيلي لون سيلفر، وفي النص حطيت اللون النبيتي ده بجد رسم لي النيش. اما هنا حطيت لها طقم الشاي والجاتو اللي كان مميز وغير تقليدي جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين رصيته لها بالشكل ده، وفي الجوانب حطيت لها الطقم بتاع الجيلي والايس كريم. اما تحت هنا كانت جايبه الطقم الصيني الكامل، ما جابتش النص، جايبه الطقم الكبير، فحطت لها جزء منه هنا والباقي منه الاطباق اللي هي تستخدمها في التوزيعات او التقديمات او كده تكون معاها في البوفيه. وده كده شكل النيش كامل معانا بكل تفاصيله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان والله حتى الادراج كانت مليانه، بس حرفيا انا كنت واصله لمرحله من التعب ان انا كان ظهري حقيقي مش قادره ان انا اوطي افتح الدرج بامانه، كان غصب عني والله. هنا بقى نرجع لتفاصيل البوفيه. هنا البوفيه ما حبوش يحطوه مع السفره، حبوا يحطوه في مدخل الشقه كده عشان المرايات بتدي شكل حلو شكل لطيف في مدخل الشقه، وفي نفس الوقت ما يضايقوش السفره قوي في الجزء اللي السفره محطوطه فيه. هنا حطيت لها طقم الاركوبايركس ده كامل فرف، وطقم الاركوبال كامل فرف. الى حد ما حاولت ان انا استغل كل رف الطقم، لان هي ما شاء الله عدد الاطقم عندها كانت كامله وكبيره، فباقي الاطقم اللي ما كانش معايا مكان ليها في النيش ولا في البوفيه حطيتها في المطبخ. هنا كده ده باقي الطقم الصيني. الاطباق حطيتهم برصه الى حد ما تكون سهله وسلسه بالنسبه لها لو حبت تطلعهم في اي عزومه. اما تحت شنطه المعالق والسكاكين والقوارب البايركس. هنا كده دي شكل الجزامه حاطين عليها الانتيكه دي. اما هنا المرايه اللي فوقها دي جميله جدا بسم الله ما شاء الله مع الساعه اللي فوقها. اول حاجه كده الغرفه اللي على اليمين دي معانا غرفه الاطفال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ربنا ان شاء الله يرزقهم فيها بالذريه الصالحه اللهم امين. هنا كانوا حابين اللون البينك والكشمير والالوانات دي جدا. ذوق بقى العروسه كانت بتحب الالوان اللي فيها بينكات اكتر، فكان واضح جدا في اختياراتها. وطبعا زي ما قلت لكم هي العروسه اصلا كيوت وسكره وصغنونه كده في نفسها، هي ومامتها والله تشوفوا مامتها تقولوا اختها. ربنا يا رب يفرحها بيها ويفرحها بذريتها باذن الله، وتشوفها يا رب بجوازه السعد والهنا. هنا كده ده كده التسريحه، والتسريحه كانت
كان فيها جزء زي المكتبه كده، حاطين فيها بقى بعض الانتيكات. وهنا الدولاب الاطفال بتاعها ما شاء الله كانت مساحته حلوه، فاخد معايا الفرش بتاع البنوته الوحيده اللي انتوا مش لاقيين عنه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يا رب يبارك لمامتها اللي جابت لها الحلو كله. بجد بجد يعني ما شاء الله كنت مبسوطه جدا وانا بتعامل معاهم، لانهم ناس ذوق وسكر جدا، وبجد سايبين لبعض ذكرى جميله قوي. فوق هنا حطيت لها الملايات بتاعه الاطفال، وحطيت معاهم كمان فوط كده في النص، لان كان رف الفوط مليان، وانا كمان حاطه فوط في الدولاب اللي هناك. والرف اللي شفتوا فيه الفوط ده. اما هنا الدفايات والمفارش القطيفه، وهنا برضو دفايات واللحافه الفايبر بتاعه السراير الاطفال. حاولت ان انا اخلي التزيين يكون ماشي جدا مع الوان وستايل المفروشات. اما هنا كده حطيت لها دفايات، وتحت هنا حطيت لها البطاطين واللحافه بتاعتي السرير الكبير. يعني هنا ما شاء الله كل بطانيه حاولت ان انا ازين بالشرايط الاوف وايت، بحيث ان انا ما ادخلش الوان، لان هنا معايا الوان بالفعل، فمش عايزين يبقى فيه الوان كتير. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده شكل الضرفه كامله على بعضها، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا كل شقه للعلم انا بصورها فيديو، بكون برضو عامله لها فيديو كده بتفاصيل اليوم بالفلوج بتاعها، بالفيديو قبل الفيديو بعد. ده بنزله على قناتي على التيك توك وعلى صفحتي على الفيسبوك، علشان اللي مش متابعني في المنصتين دول. اما الغرفه دي بقى اللي كان عليها جدل كبير، دي تقريبا غرفه عروسه جاهزه عروسه تانية يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. كانت غرفه لما كل الاجهزه وكل الحاجات الفايضه فيها، التلاجة والفريزر والمكوى والسلم والمنشر والحاجات بقى. بصوا اي كراكيب ممكن تبقى في شقه العروسه كانت اوضه الكراكيب، وفي نفس الوقت بصراحه ما كانتش كراكيب قد ما هي كان جهاز عروسه تاني. وهنا كانت عامله الترابيزه دول كان على اساس ان يبقى عندها بلكونه كبيره وتحطهم وكده. هي عندها بلكونه بس على الشارع مكشوفه شويه، فقالت لا خلي الترابيزه دي في الاول هنا، وبعد كده يطلعوها عادي في البلكونه بعدين. وهنا كده زي ما انتم شايفين في برضو كان في اجهزه كهربائيه بسم الله ما شاء الله مكرره. وهنا كانوا لازم يجيبوا الفرن الفلاحي بتاع العروسه، سواء بقى هتستخدمه مش هتستخدمه فيما بعد تستخدمه لازم يجي. وهنا بقى حاجات بسم الله ما شاء الله جهاز عروسه كان فايض، زائد بقى الدفايه، زائد اجهزه كهربائيه بسم الله ما شاء الله كانت مكرره. بجد بجد ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها اللهم امين. واتمنى يكون كل شيء واضح في الغرفه دي. حاولنا ان احنا نرتبها بقدر الامكان كده، بس يعني ايه عشان يكون كل فيلم اغنيه زي ما بنقول، فتحسوا ان ما شاء الله هي الغرفه مليانه. هنا بقى ندخل على الطرق اللي بتدخلنا على الحمام وعلى المطبخ. الحمام كانوا بيغسلوه فعشان كده ما صورتوش. اما هنا بقى ندخل على المطبخ، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاولوا انهم يعملوا مطبخ كبير يلم كل حاجه العروسه ويستغلوا فيه كل المساحات. بدانا من المطبخ كده بنيش زي النيش اللي بره بالظبط، تقريبا لا يقل قيمه عن النيش اللي بره. كانت جايبه له مفارش وجايبه له اطقم، هي كانت جايبه كل الاطقم مع بعض وكانت حطاهم لي قدام النيش، وانا اخترت اللي يدخل المطبخ والحاجات اللي تنفع في النيش. وطبعا عشان المساحه والكميه بقيت احاول اختار اللي يمشي هنا واللي يمشي هنا وهكذا. زي ما انتم شايفين حطيت اطقم شربات مع اطقم كاسات تقديم مع اطقم شاي، وتحت كده حطيت لها طقم مجات الشوربه ده مع مجات الشاي والقهوه يعني وكده، اللي هما بالستاند عشان نخف الاستندات اللي ممكن تكون موجوده على الرخامه، عشان ما يبقاش زحمه زياده عن اللزوم بصراحه. هنا بقى الرخامه فيها كده صفايه الاطباق والستاند بتاع السكاكين وستاند المعالق. وهنا طبعا عشان في شباك فوق الحوض فحطينا لها طقم العشاء ده هنا مع كوبايات كده لايق عليه، كوبايات سكره قوي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ندخل بقى على الوحدات ونشوف رسمناها مع بعض ازاي. الوحده دي عشان تحت الحوض كده فحطيت فيها علب الخزين وعلب التلاجة، ومن تحت كده كانت حاجه الرحلات عشان ما توطيش قوي بصراحه. قلت ايه اللي يبقى الاقرب لايديها اللي هي هتستخدمه اكتر. وهنا كده ده البوتاجاز بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والغاز كان راكب والامور تمام. وهنا كده الميكروويف كانوا عاملين له وحده. اما دي كده الترول بتاع الزيت، والجزء ده قريب جدا جدا للبوتاجاز، فحطينا رف للطاسات كلها ورف للصواني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جايبه لها جميع المقاسات. وهنا الصواني بس حطينا من قدام الكسرولات، لان الصراحه ما كانش ليهم مكان، بس شيلهم وحطهم يعني سهل، كل حاجه واضحه قدامها، وزي ما احنا حاطينه سهل ان شاء الله تطلعه بكل سهوله. اما الادراج هنا كانت كل حاجه واضحه فيهم. بصوا عايزه ارجع لكم للملاحات دي. مامه العروسه انا قلت لي انا بموت فيهم وزيهم يا دعاء، انا بحب الملاحات دي قوي، بينهم لي. قلت لها حاضر. دول ملاحات الفلفل والقهوه والدقه اللي بيبقوا يتحطوا على السفره وكده.
وهنا كده باقي الادراج كالعاده بنحط فيهم الرفايع، كل درج بنقسمه لجزء خاص، يعني اللي تحت ده كان سيليكون كده فوط، وفي جزء الحاجات الحاده وفي جزء الحاجات الحلويات. اما هنا حطينا لها اطقم الاستانلس، ما شاء الله كانت جايبه اكتر من طقم، وحلل الضغط بقى وكل الحاجات الاستانلس، ومن تحت من جوه كده حطينا لها الطقم الالومنيوم. دول بالنسبه للاطقم الحلل الكبيره، الزاويه دي لمت معايا الحلل الكبيره. اما بالنسبه للوحده دي كانت هي تقريبا الوحده الثانيه الوحيده اللي معايا تحت اللي هتاخد معايا الحلال، فحطيت لها طقم الجرانيت ده مع الطقم الصاج اللي داخله جرانيت، وحطيت مع طقم كنك كده لايق مع الطقم الصاج، وتحت كده الطقم اللي هو الخشبي ده اللي شكله من بره زي الخشبي كده مع الطقم ايتيفال. فهنا حاطين 4 اطقم حلل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وزي ما قلت لكم لا تعليق على الكميات والاعداد. عروستنا زي ما قلت لكم بنوته وحيده، مامتها بجد كانت نفسها تجيب لها نجمه من السماء، وحقيقي حقيقي ما قصرتش معاها اطلاقا وجابت لها الحلو كله. اما طبعا كل الحاجات اللي على الكاونتر سواء بقى تستخدمها او لا فيما بعد هتخف كل الموضوع ده بعدين، بس دي اساسيات للعرايس بيحبوها في البدايه. فوق هنا حطيت لها الشوايه والجريل اللي هي التوستر والجريل، وهنا كده كان في طقم شاي كده حطيته بالستاند، وهنا طقم الخشاف مع طقم مجات شوربه زجاج كده شبهه كده من ورا. اما هنا بقى مجات برضو وطقم كده بالصينيه، بس علشان نخف الدنيا اللي على الرخامه بصراحه، يعني ما عادش مكان على الرخامه معانا، حاولنا على قد ما نقدر نخف الدنيا، بس حقيقي احنا عندنا حاجات كتير ممكن تكون مكرر. هنا بقى طقم ميلامين، اطباق ميلامين كامله مع طقم اللي فوق ده فخار كامل للفرن. وهنا الاجهزه الكهربائيه، وبصراحه هي كانت جايبه لها جميع الاجهزه الكهربائيه زي يعني تحت كده العصارات بقى والهاند بلندر والخلاط، وكانت جايبه اكتر من نوع خلاط فوق حله الرز والحاجات اللي زي كده، والوحده دي فيها كوبايات. فعايزه اقول لكم سامحوني لو كان في بعض التصوير السريع، انا بكون غصب عني واصله لمرحله من اليوم خلاص ببقى تعبانه جدا، فعايزاكم تدعوا لي واتمنى يكون كل شيء واضح في الفيديو. ندخل بقى على اخر غرفه معانا، غرفه الرومانسيه، غرفه النوم بجد تحفه تحفه تحفه. انا يعني كنت حابه الاجواء دي قوي، اللي عملت لها قلب احمر كده بالورد المجفف ده، تطلع منديل كاتب كتاب وبوكيه ورد العريس كان جايب له العروسه وفيونكات حمراء، فقد ايه ان السرير كان رومانسي قوي. ننور النور بقى ونضيع الرومانسيه دي عشان نشوف التفاصيل بتاعت شغلنا فيها. حطيت لها حتى شموع حمراء كده، كان الورد والشموع عند العروسه، فحبيت ان انا استغلهم وازين ليها السرير. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده شكل الغرفه. وعايزه اقول لكم يعني الادراج دي يعني بحمد ربنا كانت جايبه لنا منظم للميك اب، لان الادراج حقيقي كانت مليانه. حتى الشوفينير والله كنت رصه فيه حاجات ورصه فيه هدوم، بس ما صورتوش في خلال الفيديو، لكن صورت طبعا تفاصيل الدولاب. ده شكل الغرفه من جميع النواحي، وموجود الشاشه بالحامل المتحرك، انتوا ممكن تشوفوها ان هي عاليه شويه، بس لما يلفوا حامل او ينزلوا وشها لتحت، بما ان الحامل متحرك عادي اللي قاعد على السرير هيتفرج براحته. ندخل بقى على اول ضرفه معانا، وهي فيها ملابس العروس اللي تلبسهم وتتهنى فيهم في السعد والهنا يا رب، وتدوبهم كلهم وهي مبسوطه وسعيده ان شاء الله. عايزه اقول لكم كده بسم الله ما شاء الله، يعني الرفين دول كانوا شتوي شتوي شتوي، يعني الله اكبر كله، لبسها كان كتير جدا، فربنا يا رب يهنيها ويفرحها بيه. زي ما انتم شايفين كده حاولت اعمل لها تنسيق الوان. هنا بقى الصيفي من اول الرف ده، فكل رف فيه فئه، فيه ترنجات وفيه عبايات استقبال وفيه عبايات بيت وفيه كاشات وفيه برمضات. خلي بالكم ركزوا لي على تنسيق الالوان، الموضوع ده بيكون مجهد جدا بصراحه يا جماعه. اما هنا ده اللبس الخروج الصيفي فقط، اللبس الشتوي الخروج بيتعان علشان احنا مش في الموسم ده، علشان نسيب مكان تعليقات للعريس بصراحه. اما هنا بقى الرف الكبير ده لم معايا الملايات بتاعه السرير الكبير والكوفرتا، بما ان احنا خلاص في جو برضو صيف ومروحه وكده او تكييف، فهم يحتاجوا كوفرتا. وهنا برضو فوط للاستخدام وزعتهم لها بالرف كده، وبرضو نسقت الوان الملايات. اما ده رف العريس الاكياس بتاعته ملناش علاقه بيها، تعرفين ان احنا مش بنرتب هدوم العريس. وفي رف كده في شنط الخروج، وتحت كده كان موجود معايا البطاطين. كده الدولاب ده كامل معانا خلص، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. عايزه اقول لكم الدنيا منوره، بس هم عاملين تندة بره على البلكونه معتمين الشقه، يعني في بلكونتين في الشقه عاملين تند عليهم، فمعتمين الدنيا وكده. وبكده يكون جولتنا في شقه عروستنا النهارده خلصت. اتمنى تكون عجبتكم، اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك والشير وتعملوا لي باي باي في المرايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، انتظروني في شقه عروسه جديده. وما تنسوش تدعوا دعوه حلوه من قلبكم للعروسه، ربنا يهنيها يا رب وكل العرايس، اللهم امين. مع السلامه.